لو حد قال لك وريني شغلك ورحت بعت له لينكات والانستا بتاعك متلخبط كده وشويه صور مالهمش علاقه ببعض، يبقى انت كده ضيعت الشغل من قبل ما يبدا. في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل بورتفوليو محترم جدا على بيهانس، هتحدثه كل ما تعمل شغل جديد من غير تعب، وهيجيب لك عملاء بجد كمان. ففي الاول كده برضه قبل ما ندخل في اي حاجه، عايزك تبقى فاهم ان البورتفوليو مش معمول عشان تحط فيه مثلا 100 تصميم ولا حاجه وتقول انا عامل شغل كتير جدا. لا طبعا، هو انت محتاج تحط شغل حلو زي مثلا المعايير اللي بيبقى العملاء عايزينها، لان العميل مثلا لو شاف اول 3 4 زي اللي هو عايزهم خلاص مش هيكمل الباقي. هي دي اللي بيقولوا عليها كواليتي نوت كوانتيتي، اللي هي الجوده مش الكميه يعني. تاني حاجه حابب اقولها برضو، ممكن حد يسال ليه مثلا ما نعملش البورتفوليو على الانستا، اقول لك عادي، بس المشكله ان هو بنسبه كبيره لو العميل دخل عليها هيشتته جدا، لان انت حتى لو عامله للجرافيك ديزاين بس فهي بوستات كتيره جنب بعض، هو هيحتاج يدور كتير وممكن ياخد منه وقت اكتر، وده يعني ممكن بيزهق شويه. لكن البيانس احترافي اكتر ومنظم وتقدر تحدثه كل شويه، والاهم من كل دول طبعا انه بيجيب عملاء لوحده، وبالنسبه لي بيكون احسن عملاء عامه. فتعالى يلا نشوف ازاي نعمل البورتفوليو ده على بيهانس. يلا فتحنا اهو موقع بيهانس، وده البيهانس بتاعي لو حد ما يعرفوش. انت طبعا مش محتاج تعمل كل البروجكتس دي، فيديو النهارده متخصص اكتر للبروجكتس اللي زي دي. يعني مثلا نفتح اي حاجه من دول، نلاقي اهو البروجكت ده مثلا بتاع الثامبنيلز، واتنين كل اتنين ثامبنيلز اهم جنب بعض، نفس التمبليت اهو، ما فيهوش يعني اي حاجه يعني صعبه خالص، عامله بطريقه سيمبل جدا انه ينفع تستخدمه كذا استخدام، وهقول لك دلوقتي. وطبعا انت تقدر تعمله باحسن من كده بكتير، انا بقول لك اسهل طريقه بعملها عشان اوفر وقت يعني وكده. فطبعا اول حاجه، لو انت ما عندكش حساب، اظن الحاجات دي سهله عادي، هتعمل حساب وتكتب اسمك والتفاصيل بتاعتك وتحط صورتك كده، اهم حاجه تكون صوره برده كويسه كده بكواليتي حلوه. حط برده السوشيال ميديا بتاعتك واي تفاصيل عندك، وبرده تحط كلمه كده نبذه عنك برده، حاجه بسيطه، والرقم بتاعك والايميل لو عندك. يعني الحاجات دي بسيطه جدا يعني مش محتاجه شرح خالص، انت هتفتح وتعرف تتعامل يعني، ما تخافش. بعد ما تخلص الكلام ده، وبرده لو عملت غلاف تبقى راجل مية مية يعني، بس مش لازم يعني، عادي. نيجي مثلا على جزء السيرفيس ده برده انت ممكن تعمله بس مش هو الاهم في الفيديو ده. هتيجي على الجزء بتاع الشير وورك ده، بعدها تيجي تختار على سيرفيس هنا. السيرفيس دي هي خدمة انت بتقدمها، فمثلا نعمل create a service، مثلا نخليها لوجو ديزاين اي حاجة. وبقى من هنا انت هتضيف بقى examples انت حاططها من بيهانس. فمثلا انت هتبقى منزل مثلا التصاميم بتاعتك، اللوجوهات مثلا او كده. فمثلا انا اعتبر دي مثلا هي اللوجو، فتروح دايس مثلا مختار اللوجوهات كده مثلا، هتبقى حطيت اهو مثلا examples كده من اللوجوهات اللي انت بتعملها، وتكتب هنا الوصف وخلاص، وتحط مثلا السعر. السيرفيس دي يعني بشكل عام عشان تعرف الخدمات اللي انت بتعملها يعني، انما كده كده لما حد بيطلبها مثلا بنتفاوض يعني مع بعض اكتر، وبنتكلم مع بعض على الواتس يعني على طول افضل. فدي النقطة يعني لو حبيت تزودها حلوة برضه يعني. نيجي بقى على الجزء المهم، وهو فكرة الفيديو، يعتبر هو الاربع مشاريع اللي في الاول دول. هي الفكرة من المشاريع دي هي انك يبقى معاك بورتفوليو لكل مثلا مجال انت بتعمله. لو انت مثلا متخصص في الثامبنيلز بس، مثلا ممكن تعمل مشروع لثامبنيلز الجيمنج، مشروع للفلوجات، مشروع لكذا كذا كده. ان لما حد مثلا بيقول لي وريني شغلك، انا بروح مثلا جاي على البروجكت ده بتاع الثامبنيلز، هو لو عايز ثامبنيلز اروح جاي على بروجكت الثامبنيلز، واخد اللينك كده واعمل له كوبي وخلاص، ابعته له على طول. ايه مثلا الميزه الزياده هنا، هي ان لو عملت ثامبنيل جديد مثلا، بروح جاي على البروجكت اهو كده، واجي فوق مثلا هنا وادوس edit project، هيروح فاتح لي البروجكت كده، وانا اعدل مثلا، اجي هنا مثلا في التانية هنا، واروح مزود صورة مثلا، واختار اي صورة مثلا اعملها، بس طبعا انا بكون عاملها بالتمبليت بتاعي. وادي اهو ضفت الصور بتاعتي الجديدة، هتحمل طبعا وخلاص حملت اهي، اروح دايس ابديت بروجكت هنا، واول لما بدوس هتلاقيها اتعمل ابديت للبروجكت كله، فبقى على نفس اللينك، وكل مثلا ما اعمل تصميم جديد ازود بروجكت انا عامله. فنيجي بقى للمهم، وهي ازاي اعمل مشروع زي ده. عادي بتيجي هنا على شير وورك، وبعدها بتروح على بروجكت وبتدوس عليها، بعدها بتيجي هنا مثلا تختار ايمج، وبتختار مثلا الصور اللي انت عايزها. بس انا دلوقتي بفضل ان انا اعمل تمبليت زي ده. شايف مثلا انا عامل تمبليت هنا ليا اللي هو قبل وبعد لكل الصور، فمثلا اختار اي صورتين مثلا دلوقتي كده. فانا مثلا حطيت الصور بتاعتي هنا اهو كده، اقدر مثلا من هنا اغير الستايل بتاعتي، شايف الستايل دي، اغير اللون بتاع الخلفية هنا ورا، اخليه مثلا اسود، والمسافة بينهم مش واضحة هنا، بس المسافة بين الصورتين دول خليتها صفر كده، يعني شايف بتزيد وبتقل هنا. فمثلا لو عايزها صفر كده يبقوا لازقين في بعض، وبقت كده اهي. في برضه حاجة هنا، انت مثلا لو عايز تحط حاجة بينهم دلوقتي، بتيجي كده بالماوس، هو دي بتطلع على طول. ده هنا تحط ايمج، هنا تحط تكست، هنا تحط حاجة جريد دي هي اللي بستخدمها بقى. دوس على جريد كده، وبعدها بختار ايمج، ومثلا اختار التصميمين دول. فهو كده التصميمين اتحطوا جريد جنب بعض. لو اخترت مثلا 4 هيبقى جريد 4، لو اخترت 6 كده. فهو ده اللي أنا بمشي بيه، بعمل الجريد بيبقوا 2 جنب بعض كده.
وبمشي بقى جريدات كده، اعمل جريد ده كمان واخد 2 كمان، ونفس الكلام بقى افضل امشي كل اتنينات مع بعض. فمثلا لو عايز اعيد الترتيب، عايز اجيب دي فوق، بتروح جاي على اي سهم كده، اي سهم من دول، اي قلم قصدي اللي هي موجود ده هنا، وبتروح مختار لي اوردر بروجكت، وبتعدل الترتيب بقى من هنا كده عادي بكل سهولة، ما فيهاش اي مشكلة. فغيرت اهو الترتيب بقى مية مية كده. ولو عايز تشيل دي برضو بتيجي على القلم ده وبتعمل ديليت ايمج، عايز تشيل دي برضو نفس الكلام. هي حاجة بكل سهولة جدا وتقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. وبعد ما بتخلص هنا بتيجي تدوس كونتينيو، وبعدها مثلا بتكتب التايتل بتاعك يوتيوب thumbnails مثلا، وتيجي بقى تضيف التاجز دي اللي هو يعني لمحركات البحث وكده. يعني انت مثلا بتتكلم عن thumbnails، ممكن انا اكتب thumbnail اهي، بعد كده تكتب انت بقى معاك لحد 10، تشوف مثلا الحاجات اللي هو ولا كده، تشوف حاجات يعني بتتكلم عن اللي انت عامله يعني. وتيجي على الكاتيجوري هنا، تشوف مثلا احنا هنا جرافيك ديزاين بس، وبعدها done. والتول يوز ده انا مثلا استخدمت هنا فوتوشوب، تحط فوتوشوب برضو. وتقدر بقى لو عندك ديسكريبشن مثلا تكتب يوتيوب thumbnails ايا كان كده بقى، اللي هو يعني تحكي عن المشروع اللي جوه هنا. تقدر تحطها وتقدر لا، يعني اللي انت عايزه عادي. وبس كده باقي الحاجات يعني انت مش محتاج تعمل الحاجات دي بقى لو معاك تيم وكلام زي ده. وبتروح دايس بابليش هنا عادي، وبس كده هتلاقيه بقى نزل على البيانس اهو، بقى مشروع اهو لوحده. وانت بقى كل لما تحب تزود بتزود انت براحتك، مفيش مشكلة. ولو حابب تاخد اللينك اهو، تروح جاي هنا من شير، وبعدها تدوس كوبي لينك، وافتح اهو تاب جديدة مثلا. انا بعد افتح اللينك او اللي انا لسه واخده، فهو ده اللي هيتفتح للعميل، هيشوف بقى مثلا التصاميم بتاعتك كده جنب بعض. فانت تيجي بقى تشوف مثلا كده، لو هو من الهوم بيج اهو البروجكت اهو كده عادي. تقدر حتى تغير المكان بتاع البروجكت بتاعك. يعني انت حتى لو لسه منزله دلوقتي، اقدر اشده كده، بدوس واشده كده في اي مكان، خليه دلوقتي تحت اهو، وترتب انت بالشكل اللي انت عايزه بكل سهولة خالص. فانت بقى لو عايز تعمله مثلا thumbnail زي اللي انا حاططها هنا دي لكل واحدة، بتروح عادي عامل الثمنيل على فوتوشوب او على اي برنامج انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه، تعمل جريد وكده. وتبقى عارف ان ابعاد الثمنيل دي 808 في 632. وبتروح جاي عادي خالص فاتح البروجكت وتعمل edit project برضو كده. بتروح جاي هنا مثلا على السيتنجز هنا، وبتدوس على edit cover image كده. وممكن بقى بتزود انت من عندك الايمج اللي انت عايزها، ايا كان مثلا احط دي. تقدر تخليها بقى انت طبعا هتكون مظبط الابعاد بتاعتها، وبعدها كروب، وبقت اهي الثمنيل بتاعتها. وتقدر برضو تحط مثلا صورة هنا، الصورة اللي انت حاببها تكون ثمنيل برضو نفس الكلام دي مثلا. فهي تحمل معاك، وبرضو تيجي على السيتنجز هنا، وتعمل edit cover image، وتختار هي اول صورة. وخلاص بقت موجودة اهي كده، هي دي اول صورة. وتبقى اول صورة كده الثمنيل، وبعدها الصور ورا بعض. وخلاص هتدوس ابديت بروجكت، ويبقى كده معاك بروجكت اهو بيتحدث في اي وقت. تزود انت الصور والجريد وتظبط الدنيا على الاخر. فمثلا ممكن واحد يسأل لي انا عامل تمبليت زي ده، وكده كده انا عامله بالابعاد بتاعة الانستا، اللي هو تقدر تنزل على الانستا، وبنزله في نفس الوقت على التيك توك او على الفيس او كده، عشان الابعاد يعني تريحني خالص. فانا عامل الابعاد واحده، وحاولت اظبطها تبقى ماشيه على كل البلاتفورمز اللي انا بنزل عليها يعني. بالنسبه ان انا عامل بيفور انا افتر، ودي برضه حاجه مهمه جدا، ان العملاء يشوفوا الصوره بتكون عامله ازاي قبل التصميم. يعني دي حاجه مهمه جدا، ان هو ممكن ما يكونش عارف ان هو لو بعت لي صوره زي دي مثلا، انا هطلع له كواليتي زي دي، او يعني تصميم في الاخر زي ده. فدي انت تقدر تعملها عادي على اي برنامج. او انا ده تمبليت ثابت اهو، مثلا اخش اغير الصورة هنا ايا كان مثلا، وخلاص واسيف. اتغيرت اهي معايا الصورة دي كمان، برضو اغير هنا ايا كان كده واسيف، بجت ما هي معايا. وطبعا حاطط هنا لوجو اليوتيوب، وكاتب اسمي ورقمي وكده. تعمل انت بقى بالشكل اللي يميزك وتكون مميز بيه بقى، وتظبط انت الالوان وكده. وبس كده يعني، ده يعتبر الشرح بشكل عام كده. اتمنى تكون استفدت يعني. ولو عايزك تهتم جدا بالبيانس، لان هو زي ما قلت لك انت هتنزل بروجكتات زي دي، عملاء هيشوفوها، وبرضه لو عجبتهم من بيانس هيخشوا يكلموك. غير ان انت لو تاخد اللينك بتاعك وتبعته لاي عميل يقول لك ابعت لي شغلك، وبكل سهوله، وتكون منظم كده، يبقى كله بنفس الشكل ومميز بيه. وبس كده، لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات، وعايزك بقى تعمل احسن من اللي انا عامله ده. انا طبعا انا عامل دي اسهل طريقه، عشان ما عنديش مثلا وقت اعمل كل شويه بروجكت كده لكل مشروع. فحبيت اقولها لكم برضو، ممكن حد يستفيد بيها، عشان بيبقى مشكله البورتفوليو دي ان الناس بتكسل كتير عنه. بس كده مش عايز اطول عليكم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتقول لي رايك في الكومنتات، ولو عندك اي مشكله. وما تنساش الفولو على الانستا. مع السلامه.